السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم قصص منكم وإليكم. كنتمنى أن القناة ديالي تكون كتنال الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلي لايك ديالكم لي كومونتير اللي كيشجعوني. ويلا ندوزو القضية ديالنا ديال اليوم. قضيتنا هي واحد القضية اللي صعيبة بزاف، وكذلك قضية اللي اهتز عليها الرأي العام، لأنها كانت قضية اللي في قمة البشاعة، واللي وقعات في بير جديد بالضبط في سنة 2014. مباشرة غندوزو القضية ديالنا. هي قضية نتاع واحد السيدة اللي الاسم ديالها سعيدة سناك. سعيدة اللي كتعيش مدينة أكادير، اللي تزادت سنة 1983، اللي كان عندها بنت اللي تزادت سنة 2001، وكذلك عندها بنت صغيرة اللي الاسم ديالها آية واللي تزادت سنة 2012. سعيدة اللي تزادت مدينة أزمور مع العائلة ديالها من بعد ما تزادوا عندها هاد البنيتات، وكانت وضعيتها ماشي هي هاديك. غتهز بنيتها وغتمشي تعيش معهم في مدينة أكادير. كانت كتضارب مع الزمان على ود بنيتها، وهي اللي كانت مكلفة بهم وهزهم، رغم أن مستواها الدراسي كان عادي، وكذلك ما كانش عندها شواهد، ورغم الظروف كانت هازة بنيتها، وكانت كتشتغل في البيوت كمساعدة وكذلك في المقاهي. يعني كانت كتضارب مع الزمان وكتضرب تمارة باش تعيش بناتها من عرق كتافها، لأنها كانت أم عزيبة هي اللي كانت مكلفة بنيتها. البنت الكبيرة كانت كتقرأ، والبنيته الصغيرة كانت كتديها معها في أي مكان اشتغلت فيه. وهنا كانت كل مرة كتمشي تزور عائلتها، لأنها بقات كتواصل مع الأم ديالها وكذلك الإخوة ديالها. رغم أنها كانت أم عزيبة، ولكن عمرها ما قطعت العلاقة ديالها مع الإخوة ديالها وكذلك الأم ديالها. بقى الحال على ما هو عليه حتى لسنة 2014. كانت العائلة ديال سعيدة ساكنين في مدينة أزمور، حتى قرروا أنهم ينتقلوا ويعيشوا في بير جديد. فعلا العائلة غتهز الرحيل وغادي تمشي لبير جديد وغادي يستقروا تما، الأم ديالها وكذلك الإخوة ديالها. وبالضبط في العيد الكبير ديال سنة 2014، هنا العائلة ديال سعيدة غيتواصلوا معها وغيطلبوا منها أنها تجي تعيد معهم، ولكن هنا سعيدة غترفض، لأنها كان عندها بعض الأشغال والالتزامات في أكادير، وكذلك البنت الكبيرة ديالها كانت كتقرا، وهنا ما غتقدش تمشي تدوز معهم العيد. ولكن سعيدة وعدت العائلة أنها من بعد العيد غتزور العائلة ديالها وغتشوفهم ولو غير نهار واحد، ومن بعد غترجع للعمل ديالها. وفعلا سعيدة من بعد يوم العيد غتمشي عند العائلة ديالها البير جديد وغتدوز معهم النهار كامل، وفي العشية غتقرر أنها ترجع في حالتها الأكادير. وهنا غيدخل الأخ ديالها الأصغر اللي كان عنده 27 سنة. هاد الاخ الاصغر كانت الاخت سعيده عنده عزيزه بزاف هي والبنات ديالها، وهنا غيطلب منها انها تبقى معاهم، وانه راه موحش البنات وباغا تبقى معاهم هاد الليله، وغيبقى يطلب فيها وكيقول ليها غير نرجع من الخدمه نباتوا قصارين وكذلك نتفرجوا. وهنا سعيده غتحشم وغتوافق. هنا الاخ ديالها غادي يجبد الفلوس وعطاهم لها باش تمشي هي وبناتها للحمام. فعلا سعيده غتمشي للحمام هي وبناتها، وفي العشيه غيتلاقاو هي والاخ ديالها وكذلك العائله، وغيدوزوا ليله اللي كانت زوينه بالضحك والنشاط. ولكن يا فرحه ما تمت كما كيقولوا الاخوان المصريين. وهنا في هذيك الليله غتوقع واحد الكارثه اللي اهتز ليها الراي العام. ذاك الليله كانت سعيده ناعسه هي والبنات ديالها، وكذلك الام والاخت سعيده اللي كانوا عندها حتى هي جوج بنات، كانوا حتى هما ناعسين حدا الام ديالهم. هنا سعيده غتكون كترضع البنت ديالها آية اللي كان عندها فقط 2 سنين. من بعد داتها عينها ونعسات، وفاش غضربها الفيقه مع 4 نتاع الصباح ما غتلقاش البنت ديالها آية اللي كانت كترضعها. هنا غتخلع وغتفيق وكتبقى كتقلب على البنت ديالها، ما خلات فين قلبات في الدار.
في الكوزينة، في الغرف ديال النوم، وكذلك في الحمام، حتى غتدخل الغرفة اللي كان ناعس فيها الأخ ديالها. وهنا غتفاجئ أن البنت ديالها غارقة في دمايتها، والأخ ديالها ناعس بالجانب ديالها. سعيدة غتخلع وغتبقى كتغوت على الأخ ديالها، وكتطيح على البنت ديالها، وكتحاول أن تفيقها، وهي مصدومة من داكشي اللي كتشوف، أن البنيته غايبة وكذلك غارقة في الدمايات ديالها. ما عرفت شنو دير، بقات كتضرب في راسها وكتغوت، وكتمشي عند الام ديالها وكتقول ليها شوفي ولدك شنو دار فيا وشنو دار في بنتي، واش هاد البنيته اللي عندها عامين يدير في هاد الحاله هادي. وبقات الام وكذلك الاخت ديال سعيده كيحاولوا يهدنوها وكيقولوا لها بانها فقط مغيبه وماشي ميته. فعلا غادي يهزوا آية للمستشفى، ولكن للأسف آية ماتت. وهنا قال لها الطبيب بأن البنت فاش جابوها كانت ميتة، لأنها تعرضت للاغتصاب وحشي وهي فقط عندها 2 سنين. وهنا هاد القضية غتاخد واحد المجرى كبير، وغتحدث عليها جميع الصحف والقنوات، وكذلك غتدخل الجمعيات وغترجع القضية رأي عام. وهنا كل شيء كان كيطالب بالإلقاء القبض على هذا الوحش الآدمي. وهنا فعلا الشرطة غتحاول تقوم بالدور ديالها، وغتبحث على الجاني في المنزل ديالو وكذلك في مقر العمل ديالو، ولكن ما غتلقاش. وهنا غتكلف بالبحث ديالها وغيتم القبض عليه في سيدي رحال تابع لإقليم السطات، وغيديوه لمقر الشرطة وغيعترف بكل سلاسة. وهنا غيعترف بأنه ما كانش عوال أنه غيقتلها، ولكن كان باغي يتعدى عليها، وأنه الشيطان اللي غربيه وما كانش باغي يوصل لهاد الحالة هادي. وهنا غيتقدم المحاكمة، وهنا المحكمة غتقتنع بالتهم اللي منسوبة ليه وغتحكم عليه بالإعدام. وبما أن الحكم بالإعدام ما كيطبقش في المغرب إلا وأنه غيبقى حياته كاملة في السجن، واكل شارب ونعس وما خاصو حتى شي خير. كنتمنى أن الإعدام يطبق في المغرب، لأن بحال هاد القضايا هادو خاصهم مولاهم يتعدم. وهنا سعيدة كانت حالتها إلا حالة الله، كانت واحد الحالة اللي يرثى لها، ما عرفات شنو دير. الأخ ديالها دار فيها هاد الشي، وكذلك خدالها بنيتها اللي كانت فقط عندها 2 سنين. وهنا كل شي غيفرح بالقرار اللي قررته المحكمة وبالحكم اللي حكمات على الأخ ديال سعيدة. كانت هذه هي القصة ديال اليوم، كنتمنى انكم تاخذوا منها عبرة. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم، لي كومونتير اللي كيشجعوني، وتنتلاقاو ان شاء الله في قصة اخرى وقضية اخرى. الى اللقاء.